من الذي سيقضي على فزاع في هذا الموسم؟ أو كيف سيتم القبض عليه؟ وكيف سيتم القبض على رشاش؟ وكيف ستعرف الحكومة أن رشاش يتعامل مع فزاع؟ كما سنعرف في الحلقات القادمة من مسلسل دروب المرجلة. تصعيد كبير قد يغير مصير عدة شخصيات، خصوصا ما يتعلق بمصير فزاع والشيخ رشاش، وكذلك طريقة اكتشاف الحكومة لعلاقتهما ببعض. كما نعرف من الحلقات الماضية، تمكن فزاع من القبض على جراح وأم جراح، وقام باحتجازهم داخل بيت الشيخ رشاش في خطوة خطيرة هدفها الضغط على الشيخ صقر وإجباره على إعادة المعدات والصناديق التي أخذها. وقد منح فزاع الشيخ صقر مهلة يومين فقط لاتخاذ القرار، لكن الشيخ صقر رفض الخضوع للابتزاز رغم أن الأمر يتعلق بحياة جراح وأمه، لأن تسليم المعدات قد يعرض القبيلة لخطر أكبر. في المقابل تتطور الأحداث عندما يقرر شاهين التضحية بنفسه، حيث يقوم بتسليم نفسه لفزاع أو الاقتراب منه عمدا بهدف العثور على خيط يقود إليه أو مواجهة مباشرة تكشف مكانه الحقيقي. هذه الخطوة قد تكون مفتاحا لكشف شبكة فزاع بالكامل، خاصة أن شاهين يسعى لإنقاذ جراح وأمه دون أن يضع القبيلة تحت رحمة فزاع. أما بالنسبة لكيفية اكتشاف الحكومة لتورط الشيخ رشاش مع فزاع، فهنا يظهر دور مساعد الجاسوس الذي قد يتم القبض عليه في الحلقات القادمة، وبعد انكشاف أمره قد يعترف بكل ما يعرفه عن الاتصالات التي كانت تجري بينه وبين فزاع، وكذلك دوره في نقل الأخبار من الديرة. في نفس الوقت تمتلك ماريا معلومات خطيرة عن الشيخ رشاش منذ بداية الموسم، وقد تتحدث أخيرا وتكشف تفاصيل عن ماضيه وعلاقته بفزاع، وربما تقدم دليلا مصورا أو شهادة قوية تضعه في مواجهة مباشرة مع السلطات. هذه الأدلة قد تدفع الحكومة لمحاصرة الشيخ رشاش في النهاية، وربما نشاهد في إحدى الحلقات مداهمة لمقره أو القبض عليه بعد أن تتكشف خيوط تعاونه مع فزاع بشكل كامل. أما مصير فزاع نفسه فهناك عدة سيناريوهات محتملة. أحد أكثر التوقعات تداولا أن يتم قتله في النهاية انتقاما للدماء التي تسبب بها، ومن بين الشخصيات المرشحة لقتله سدرة التي قد تسعى للانتقام لزوجها فهد، خصوصا إذا تأكدت أن فزاع كان سببا في مقتله. كذلك قد يكون العقرب هدفا لانتقامها إذا ثبت أنه المتورط المباشر في قتل زوجها. سيناريو آخر قد يجعل رشا هي من تطلق الرصاصة الأخيرة على فزاع باستخدام المسدس الذي أهداه لها شاهين في لحظة درامية قوية تنهي صراعا طويلا مع هذه الشخصية الخطيرة. وهناك أيضا احتمال أن يلعب مقناص دورا محوريا في النهاية، خاصة بعد وعده الاعتزاز بأنه سيجلب لها فزاع مهرا كي يتزوجها، مما قد يدفعه لمطاردته ومحاولة القضاء عليه بنفسه. لكن الاحتمال الأقرب أن تكون نهاية فزاع على يد أحد أبناء القبيلة، لأن تسليمه للحكومة قد لا يحقق العدالة التي ينتظرها الجميع، خصوصا أنه سبق أن هرب من السجن أكثر من مرة ونجح في الإفلات من العقاب. لذلك قد يرى البعض أن نهايته الحقيقية يجب أن تكون داخل الصحراء وعلى يد من ظلمهم. ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. في الحلقات ودمتم في أمان القادمة الله. إحدى الشخصيات هذه ستقضي على فزاع نهائيا، إما أن يكون مقناص هو الذي سيقضي على فزاع لكي يوفي بوعده لزوينة، أو أن تكون سدرة عشان تنتقم لزوجها فهد، أو الاحتمال الأكبر أنها ستكون رشة عشان المسدس الذي أعطاها شاهين في الحلقة السابقة. سوف تنفذ عليها الذخيرة، مما سيؤدي إلى استعمال هذا المسدس لكي تنقذ شاهين. وفي النهاية لا تنسوا الاشتراك والصلاة على النبي.